عارف احنا ليه بنشرب المية شفافة؟ عشان ما بنتخيلهاش بأي شكل تاني. بس استنى، ايه اللي ممكن يحصل لو المية ما كانتش شفافة؟ يعني ايه؟ تخيل كوباية الشاي تبقى لونها اخضر، او في حمام السباحة تلاقي المية بنفسجي. الكوكب نفسه كان هيبقى مختلف تماما. تعال نفكر سوا ونشوف الموضوع ده ممكن يودينا على فين. يلا بينا. بص يا سيدي، المية شفافة عشان جزيئات المية بتسمح للضوء ان هو يعدي من غير ما يتشتت، زي كأنها بتقول له عدي يا باشا البيت بيتك. لكن مش معنى كده ان المية ملهاش لون خالص، لا، هي ليها لون ازرق خفيف جدا، ده بسبب ان جزيئاتها بتمتص الضوء الاحمر. طب لو المية ما كانتش شفافة، الدنيا هتبقى شكلها عامل ازاي؟ كل حاجة هتبقى باينة بلون غريب جدا. البحر ممكن يبقى بنفسجي او اخضر. على فكرة المية اللي بنشوفها في البحر زرقاء، غالبا ده انعكاس لون السماء. تعال نتخيل بقى ان السماء لونها احمر، البحر كده هيبقى عصير فراولة. تعالى بقى نشوف الطبيعة. النباتات اللي تحت المية زي الأعشاب البحرية بتعتمد على الضوء اللي بيعدي عشان تعمل عملية البناء الضوئي. لو المية ما كانتش شفافة يبقى الضوء مش هيعدي، النباتات دي هتموت. طيب وإيه المشكلة؟ المشكلة إن النباتات المائية دي مسؤولة عن 70% من إنتاج الأكسجين اللي إحنا بنتنفسه. يعني لو المية بقت معتمة، هنصحى الصبح نلاقي الكوكب بيقول لنا مع السلامة يا بشر، الأكسجين خلص. وكل الحيوانات البحرية هتتأثر لأنها بتعتمد على النباتات دي في غذائها. يعني لو المية لونها غريب، الصناعات اللي بتعتمد عليها هتتأثر جدا. تخيل الأدوية اللي بتحتاج مية نقية في تصنيعها ولون المية طلع لون أحمر، الأدوية كلها هتلاقيها شبه دواء الكحة بتاع الأطفال كده. وكمان الصناعات الغذائية تلاقي المياه الغازية كده لونها أزرق. حتى الأجهزة الكهربائية لما تيجي تغسل في الغسالة تلاقي كل ألوانك باظت، يعني الغسالة هتطلع لك هدوم ملونة. بص احنا بنستخدم المية في كل حاجة في يومنا. الإحصائيات بتقول إن الإنسان بيستخدم 100 لتر مية في اليوم بين شرب وغسيل وطبخ. يعني لو المية ملونة حياتنا كلها هتتلون، بس مش بالطريقة الحلوة طبعا. الحمد لله إن المية شفافة. لازم نشوف الحياة بشكل أوضح، لأن حياتنا واقفة على تفاصيل صغيرة جدا. سبحان الله الذي خلق كل شيء بقدر. افتكر دايما إنك تحافظ على المية عشان دي أغلى حاجة في الحياة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، اكتب لنا حاجة ممكن تتخيلها بطريقة مختلفة عن الواقع.